تبرأ الرسول منه في نفس العام اللي أعلن إسلامه فيه. عزل عمر بن الخطاب مرتين عن قيادة الجيش، ذبح الأسرى وأجرى بدمائهم نهر الفرات. محطات في حياة الصحابي الجليل خالد بن الوليد كانت بمثابة قنابل ملغمة. فليه كل اللغط ده حوالين سيف الله المسلول؟ وإيه حملة تشويه السمعة اللي بيلاقيها خالد بن الوليد لغاية وقتنا هذا؟ وإيه حقيقة المحطات اللي كانت بمثابة لغم في حياة خالد بن الوليد؟ خلونا نعرف الحقيقة في باب الحقيقة. لكل قصة أكتر من رواية، وهنا هنعرف كل الروايات وإنت بنفسك اللي هتكتشف أصدق الروايات. إحنا تاريخنا العربي والإسلامي مليء بالرموز اللي في حد ذاتها تعتبر شخصيات أبطال حقيقيين، هيرو كما قال الكتاب. مش محتاجين نألف قصص خيالية ونجسد شخصيات خارقة فيش ليهم وجود من الأساس. إحنا عندنا بالفعل أبطال خارقين، لا محتاجين بقى هركليس بيحب زينة ولا سبايدر مان ولا باتمان. بس في نفس الوقت الرموز دي بتتعرض من وقت للتاني لمهاجمة وحملة شرسة عشان يخلقوا جيل مشوه ما عندوش ثوابت وما عندوش أصل يرجع ليه، وفي نفس الوقت يسحب الأبطال الحقيقيين ويحط مكانهم أبطال من وحي الخيال، وكأنهم بيقولوا لنا انتوا يا عرب ما تقدروش على حاجة، العلم عندنا احنا، الأبطال الخارقة مننا احنا، لكن انتوا ما عملتوش حاجة. في الوقت اللي تراثنا مليان بالرموز، حمزة بن عبد المطلب، أسد الله، خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، صلاح الدين الأيوبي، محرر وفاتح القدس، الخوارزمي وابن سينا، في العلم وفي الطب وفي القيادة وفي فنون الحرب كمان. وبعد ده كله يقولوا لنا انتوا العرب ما تقدروش. فايه حملة بقى التشويه؟ وازاي الغرب بيدرسوا تاريخنا عشان يوصلوا لنقط ضعفنا ويستغلوا مواطن ضعفنا، واحنا يا عرب مش بندرس التاريخ حتى عشان نستفيد بمواطن القوة منه ونقدر على الأقل نرد على الشبهات اللي من وقت للتاني بتطلع على رموزنا العربية. أنا كل اللي هدعيه في الحلقة دي إن ربنا يظهر الحق ويزهق الباطل أيا كان. أيا كان أنا هعرض بكل حيادية، لا هدافع ولا هأيد، بس أنت اللي هتحكم. الحكاية بدأت من كام سنة كده في رمضان لما نزلوا إعلان إن في رمضان هينزل مسلسل تاريخي إسلامي عن شخصية خالد بن الوليد، واللي هيقوم بيه ببطولته عمرو يوسف. عمرو يوسف يعني ملونة وشعر أصفر، بس ماشي، احنا وحشنا المسلسلات التاريخية وقعدتنا ولمتنا في السحور على مسلسل ديني أو مسلسل تاريخي إسلامي أو مسلسل تاريخي. حتى احنا من أيام محمد رسول الله وهارون الرشيدي ومسلسلات اللي كانت بتتكلم عن تجسيد حياة الأئمة الأربعة ما شفناش الإنتاج الضخم ده. كانت بتجمع الأسرة المصرية كلها شوية. وعمرو يوسف اعتذر، ماشي، عمرو يوسف اعتذر ليه؟ بس قلنا ماشي، مسكست أصلا يعني، ما هو ملون وده خالد بن الوليد، ده عربي ابن عربي من أصول عربية، جه مكانه ياسر جلال. فقلنا بس احنا كده هنتفرج على قصة وحبكة وحاجة آخر تمام. ياسر جلال صفاته الشكلية تهيأه انه يبقى خالد بن الوليد، وفضل الكلام رايح جاي ما بين ياسر وما بين عمرو. ياسر يعتذر لعمرو انا ما خدتش دورك والله، عمرو يقول له لا يا عم انا اللي اعتذرت هنيالك. وشوية وياسر يعتذر عن بطولة المسلسل والعمل كله يتلغي. ليه؟ ليه؟ احنا في انتظاره في رمضان، رمضان قرب في انتظاره. قالك انتوا كده بتجسدوا حياة شخص انتهج نهجه الداعشيين، فانتوا بتروجوا للفكر الداعشي. اصل الداعشيين بيستخدموا اسمه في كتائبهم، وكمان بيستخدموا استراتيجياته بشراسة وعنف وضراوة. فبقى خالد بن الوليد هو اللي غلطان. هو المثليين لما خدوا شعارهم ألوان الطيف، قوس قزح، ريمبو، بقت الظاهرة الطبيعية الخلابة دي هي اللي غلطانة إن المثليين اتخذوها شعار ليهم وعلم ليهم، ولا مين اللي غلطان؟ لو قوس قزح هو اللي غلطان يبقى خالد بن الوليد هو اللي غلطان. وبعدين خد بالك كده من حاجة، انت مقتنع ان الداعشيين، وخاصة بعد ما بقينا نشوف فيديوهاتهم، صناعة ايه؟ ايوه اسمع، صناعة ايه؟ امريكية.
يعني الغرب هم اللي بيروجوا للفكرة دي، الغرب هم اللي بيدرسوا تاريخنا عشان يلاقوا مواطن الضعف فيه فيدخلوا لنا منه في الوقت اللي احنا أولى بدراسته، على الأقل عشان نستغل مواطن القوة. وللأسف مننا فينا روج لحملة تشويه سمعة خالد بن الوليد، وأنا شفت ده ولمست ده في كل الإعلاميين وأهل الصحافة. عشان كده حملة التشويه لاقت انتشار وتصديق. خالد بن الوليد دموي، خالد بن الوليد سفاح، خالد بن الوليد مش قائد عظيم ولا حاجة. تعظيم لكل أعمال خالد بن الوليد وتعظيم كل زلات خالد بن الوليد مننا فينا. طب تعالوا نشوف ايه الشبهات اللي كانت سبب في حملة تشويه لخالد بن الوليد ومدى صحتها خلينا الأول قبل ما نتطرق للشبهات خلينا نعرف قصة إسلام خالد بن الوليد ومين لقبه بسيف الله المسلول وإيه قصة اللقب ده. خلينا نبقى متفقين إن الإسلام جه على عصر الجاهلية، فكر الجاهلية نزل على أفكار جاهلية، وقت بنات، تحريم توريث النساء، عصبية قبلية، تفرقة عنصرية، عبيد، عنف، طار. كل دي أفكار نزل الإسلام يحاربها، يهذب الجاهلية، ياخد منهم ما هو حميد ويطهرهم من كل ما هو خبيث. فأكيد أي حد دخل الإسلام في الوقت ده كان متأثر بالفكر الجاهلي. الوحيد اللي ما اختلفش وكان زي قبل الإسلام زي بعده هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين رقيق القلب والمشاعر. لكن معظم اللي دخلوا الإسلام كانوا بيتسموا قبل الإسلام بالغلظة والقسوة، منهم عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد. فإيه قصة إسلام خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد اتولد قبل الهجرة ب30 سنة، يعني ساعة الهجرة كان عنده 30 سنة، من آل المغيرة. آل المغيرة دول زعماء قريش، قبيلة ليها بأس شديد وليها باع طويل في الزعامة، والزعامة عند العرب حاجة قوية جدا. ويمكن اللي آل المغيرة عن الإسلام هي فكرة الزعامة. زي ما قلت لك إن الزعامة عند العرب حاجة قوية جدا. وزي ما احنا عارفين القصة الشهيرة إن في غزوة بدر انتصر المسلمين رغم قلة إمكانياتهم وعددهم الضئيل على بني قريش، واللي جم لجأوا لخالد بن الوليد إنه ينضم لصفوفهم في غزوة أحد. وخالد بن الوليد شاطر قوي في إنه يعمل مناورات وخدع ويعرف مواطن الضعف عند عدوه أو الطرف اللي بيحاربه ويدخل له منه. وبالفعل عمل مناورة بسيطة في غزوة واللي هو بين فيها انه خلاص انهزم، وجيش المسلمين انخدع بالمناورة دي على اثر ان هم كسبوا في غزوة بدر، فخلاص احنا كمان كده في غزوة احد، ونزلوا ياخدوا الغنايم فانقض عليهم. وخالد بن الوليد عمل هزيمة ساحقة وألحق الضرر في جيوش المسلمين، الغزوة اللي راح فيها عم الرسول حمزة بن عبد المطلب أسد الله. فازاي اتحول من سيف على رقاب المسلمين لسيف الله المسلمين؟ في صلح الحديبية سنة 8 هجريا في عمرة القضاء سأل رسولنا الكريم عن خالد بن الوليد، سأل أخوه الوليد بن الوليد. والرسول كان ليه بعد نظر في ناس معينة كان الرسول يتمنى إسلامهم، منهم عمر بن الخطاب ومنهم خالد بن الوليد. لما سأل الرسول الوليد بن الوليد أخو خالد اللي أسلم في غزوة بدر، سأله عن خالد عن أخوه، قال له أين خالد؟ فرد الوليد وقال له يأتي به الله، يعني ربنا لسه ما أذلوش بالإسلام. فهنا كتب له الرسول كلمات مؤثرة جدا، قال له فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. يعني ازاي واحد برجاحة عقلك وواحد عنده عقل زي عقلك وتفكير زي تفكيرك ما يكونش ارتاح للإسلام ودخل الإسلام قلب؟ ومثل الإسلام يجهله أحد، هو في زي الإسلام يخفى على قلب وعقل واحد بمواصفاتك؟ فراح الوليد يبلغ خالد باللي دار بينه وما بين الرسول عنه وسلمه الخطاب وقال له استدرك يا أخي ما فاتك فإن فاتك مواطن صالح. الحقيقة إن خالد بن الوليد ما بينش تأثر بكل اللي حصل، لكن الكلمات دي دارت جواه، كانت جوه دماغه لدرجة إنه حلم غريب جدا.
شاف نفسه في أرض ضيقة صحراء ناشفة، وبعد كده خرج منها على أرض واسعة خضراء. فراح سأل أبو بكر الصديق عن الحلم ده، فأبو بكر قال له ده مش حلم، ده رؤية يا خالد. الأرض الصحراء اللي انت شفتها ضيقة عليك ده الشرك اللي انت فيه، وانت هتخرج منه على أرض واسعة خضراء اللي هو الإسلام، فسوف ينشرح صدرك للإسلام. وبالفعل مفيش شوية وقت وراح أعلن إسلام عند رسول الله، وشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند سيدنا محمد. أما بقى قصة لقب خالد بن الوليد بسيف الله المسلول ومين لقبه، فاللي لقبه اللقب ده هو سيدنا محمد. في غزوة مؤتة لما كان المسلمين بيحاربوا الروم، وكانوا خلاص جيش المسلمين هيفتك بيه، لولا خديعة من خالد بن الوليد، مناورة من مناوراته اللي خططه العسكرية بتدرس لغاية الآن في كل الكليات بره وجوه، اللي زي ما بيقولوا سفاح دموي قاتل محب للدماء ومتعطش للدماء. فهنا الرسول لقبه بسيف الله المسلول. فازاي تحول خالد بن الوليد من سيف الله المسلول يقولوا سفاح دموي قاتل محب للدماء ومتعطش للدماء